سوا كده أهمية جودة الأعلاف وانعكاسات الجودة على أداء الأسماك أثناء العملية الإنتاجية. ليه دايمًا بنهتم بالأعلاف؟ لأن إحنا بنتكلم تقريبًا إن من 60 ل70% من تكاليف عملية الإنتاج في الaquaculture بترجع للأعلاف، هي دي الmain bulk. يعني لمّا تيجي تحسب مصاريف الإيجار والتشغيل الطاقة الزريعة والfactors دي كلّها هتلاقيها تقريبًا بتلعب لها من 30 ل40% والباقي هو أعلاف. لذلك الجودة في الأعلاف بتكون مهمة جدًا، جدًا علشان نقدر إننا نتحصّل على performance عالي للسمك بتاعي. علشان نتكلم عن الجودة والتصنيع لازم يكون في معايير معيّنة بتحكمنا. يمكن في الدورة دي أعتقد إن كان في sessions مختلفة بدايةً من خامات الأعلاف، التركيبات، المواصفات القياسية، التصنيع، كل الكلام ده، ولكن في النهاية ده كله لازم يتبلور لمعايير جودة. إيه هي المعايير؟ وخلّينا نتكلم دايمًا بلغة الأرقام. في قاعدة عامة كده تقول لك لغة الأرقام لا تكذب. أوكي، فإحنا لازم نتكلم بلغة أرقام، وعشان نتكلم بلغة أرقام لازم يكون لكل معيار من معايير الجودة جهاز معين يقيسها. خلّينا نتفق إن إحنا مش بنحكم على الأعلاف بأحاسيسنا ومشاعرنا وشكلها فقط، لأ، إحنا لازم إن إحنا نقيس بأجهزة محددة، زي بالضبط كده مريض الضغط في جهاز قياس ضغط دم. اللي عايز يقيس درجة حرارته في ترمومتر وهكذا. فكل معيار من معايير الجودة هنتكلم عن الجهاز المستخدم في المعيار ده. المحاضرة دي هيهتم بيها ويستفيد منها شخصين category مش شخصين by name. بمعنى إن الناس اللي هتشتغل في مصانع أعلاف هتكون المحاضرة دي بالنسبة لهم مهمة جدًا، لإن دي تقريبًا even لو هو رايح يعمل interview في أي مصنع، هتكون هي دي تقريبًا الأسئلة اللي ممكن يتسأل فيها. أوكي؟ الcategory التاني من الناس اللي ممكن تستفيد من محاضرة النهارده هم الناس اللي هيكونوا مسؤولين عن مزارع، لإن ABC لازم تكون عارف إزاي تختار العلف الجيد اللي أنت هتغذي بيه أسماك مزرعتك. أتمنى إن شاء الله المحاضرة تكون ممتعة ومفيدة بالنسبة لكم. خلّينا نقول إن إحنا عندنا آآ زي ما بيقولوا كده needs. أوكي، عندنا في الأعلاف السمكية لازم إن هي تلبّي احتياجات 3F. تمام، دايمًا كده نقول إن العلف الجيد بيلبّي احتياجات المصنع، لازم المصنع اللي بيصنّع العلف ده يكسب بشكل كويس. الfish لازم السمكة اللي بتتناول العلف ده تستفيد منه ويلبّي احتياجاتها الغذائية. الF التالتة هي farmer، المزارع لازم المزارع ده لمّا يصيد يلاقي نفسه بيصيد سمك بمعدلات تحويل مقبولة، growth rate كويس، وبالتالي يكسب من المزرعة بتاعته بشكل كويس. يبقى إذًا ال3F دول الfeed mill، الfish، الfarmer لازم يكونوا مستفيدين من الaqua feed. طب إيه هي معايير الجودة اللي إحنا هنتكلم عنها النهارده؟ تمام، إحنا النهارده هنتكلم عن أهم 5 معايير: الhomogeneity، الwater stability، الdurability and hardness، water activity، والbiochemical stability. تعالوا نشوفهم إيه معنى كل مصطلح من المصطلحات دي، وإيه هي العوامل اللي بتؤثّر عليه، وإزاي إننا نقدر نوصل لأعلى معايير الcriteria ديّة، وانعكاساتها إيه على السمكة اللي هتتناول العلف ده. التجانس. التجانس أنا عندي نوعين من التجانس مهمين جدًا. النوع الأول هو التجانس الداخلي، لازم كل حبّاية من حبّات العلف تكون ممثلة للباتشة كلّها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا العلف بتاعي ده فيه main components. تمام، زي إيه؟ زي البروتين، زي الcarbohydrates، زي الfats، الحاجات دي اللي هي بتبقى موجودة
بتركيزات كبيرة، يعني البروتين ممكن يبقى 25% من التركيبة، 30% up to معاك لحد 48 أو 50% بروتين according لنوعية الأسماك وعمر الأسماك اللي أنا باغذيها العلف ده، أوكي؟ في نفس التوقيت في عندي minor components أو trace elements زي إيه؟ زي vitamins، يعني فيتامين سي مثلًا إحنا ممكن نلاقي إضافته ربع كيلو على الطن، تمام؟ عندي growth promoters ممكن يبقى الإضافة بتاعتها نُص كيلو على الطن، مضادات سموم كيلو على الطن وهكذا. طب أنا أضمن منين إن كل حباية من حبات العلف بتبقى واخدة كل الcomponents بتاعة التركيبة، تمام؟ ممكن تلاقي مثلًا الإضافة اللي أنا حاططها ديّة اتوزّعت في جزء من العلف والعلف بقيته ما فيهوش الإضافة دي، إيه اللي يضمن لي الكلام ده؟ تمام، هو التجانس الداخلي. طب التجانس ده زمان كانوا بياخدوا عينات من العلف ويقيس نسبة البروتين ويشوف، يعني أنا النهارده العلف بتاعي ده المفترض 25% بروتين، هل كُلّه 25%؟ مش ممكن يبقى الباتشة فيها 24 و25 و26. الكلام ده كان زمان بيتم، ولكن أنا ما أقدرش إن أنا أحدد حساسية الخلط بcomponent كبير، يعني أنا ما أقدرش مثلًا إن أنا أوزن خاتم دهب على ميزان طماطم مثلًا، مش هيجيب لي الجرامات، أوكي، ومن هنا في تقنية جديدة، التقنية ديّة بدأنا نستحدثها في مصر في خلال ال15 سنة اللي فاتت، وهي تقنية الmicro tracer دي كانت تقنية بتُستخدم في مصانع الأدوية، بتضمن بيها إن أنت for example لو بتاخد قرص مثلًا كتافلام تبقى ضامن إن هو فيه 50 مللي جرام. أوكي، إحنا استحدثنا التقنية ديّة وبدأنا ندخّلها في مصانع الأعلاف، وقدرنا إن إحنا نضبط التجانس بتاع الميكسر، الخلاط اللي هو بيخلّط الخامات على جرعة 50 PPM، 50 PPM يعني 50 جرام لكل طن، أوكي، بتقدر تضمن إن ال50 جرام دول متوزعين في الطن ده كاملًا بدون أي مشاكل. طب أنا عندي إضافة 50 مللي جرام، يعني هل في التركيبة بتاعتي في 50 مللي جرام للطن؟ أقل إضافة هي هتلاقيها حاجات زي فيتامين سي مثلًا ممكن تنزل معاك ل150 جرام للطن، ولكن لو أنت قدرت إن أنت تعمل adjustment للميكسر على جرعة 50 جرام للطن، يبقى كل التركيزات اللي فوق ال50 جرام للطن هتبقى مضبوطة معاك. هتضمن بقى إن مضاد السموم متوزّع بشكل كويس، هتضمن إن الgrowth promoters متوزّعة بشكل كويس، لو أنت ضايف أحماض أمينية معيّنة زي الميثيونين واللايسين اللي بيتضافوا بجرعات 2، 3 كيلو على الطن هتبقى مضبوطة بشكل كويس، وeven حتى الmajor components هتبقى مضبوطة معاك بشكل كويس. التقنية دي بتتم عن طريق إن إحنا بنضيف detectors معيّنة بألوان معيّنة، ونبدأ نعمل لها detection بجهاز معيّن اسمه micro tracer اللي بيقدر يقول لي أنت وضع الخلاط بالنسبة لك إيه والideal timing بالنسبة لك إيه، اللي هو وقت الخلط، هل أشغّل الخلاطة دي أو الميكسر ده على وقت دقيقة والّا 2 والّا 3 ده اللي بيحدد لي الكلام. طب النقطة ديّة خطورتها في إيه لو أنا ما فيش تجانس عندي بشكل كويس؟ إيه بقى انعكاساته على السمك؟ انعكاساته إن أنت هتلاقي لو أنا حاطط إضافة معيّنة ما اتوزّعتش بشكل كويس، يعني say إن أنا عايز الحباية دي يكون فيها 2 مللي جرام فيتامين سي، بقى في حباية فيها 2 مللي جرام، وفي حباية فيها 5 مللي جرام، وفي حباية ما فيهاش خالص، تمام؟ وقِس على ذلك بقى لو أنت حاطط أحماض أمينية growth promoters وغيرها، أوكي؟ وبناءً عليه هنلاقي الحوض عندي مش متجانس، بمعنى إيه؟ إن أنا باجي أصيد السمك بتاعي، هالاقي سمكة وزنها كيلو، وسمكة وزنها نُص كيلو، وسمكة وزنها 100 جرام، وسمكة وزنها 50 جرام، مش هيبقى في homogeneity في القطيع بالنسبة لي، فبيهمني إن أنا لازم ABC ودايمًا باقول الكلام ده لأي مصنع، إن عتبة النجاح بالنسبة لك في التصنيع هو التجانس. تمام؟ يبقى لو حد سألك في مصنع من المصانع إيه الجهاز اللي بيقيس
التجانس الداخلي او الهوموجينيتي، فهو اسمه ايه؟ مايكرو تريسر. نيجي لنقطة تانية وهي التجانس الخارجي. لازم العلف يكون متجانس في اللون، متجانس في الملمس، متجانس في الكثافة، متجانس في الشكل والحجم. الحاجات دي مهمة جدا، يعني دي حاجة أنا بشوفها بالعين. تمام. ما ينفعش يبقى حباية غامقة وحباية فاتحة، يبقى معنى كده إن ممكن الميكسنج نفسه ما تمش بشكل كويس. ممكن لو أنا باضيف في الكوتر زيت فور اكزامبل، حباية شربت زيت وحباية ما خدتش زيت من أساسه، فالبروتين انرجي ريشيو بتاعتها هتختلف. تمام. ممكن تبقى حباية طرية وحباية ناشفة. أوكي، دي نقطة كارثية برضه، لأن الحباية الطرية ديّة رطوبتها عالية، بالتالي ممكن يحصل فيها تعفنات، نمو فطري، سموم فطرية، هتبوظ وتبوظ الحبات اللي حواليها. الdensity الكثافة، أنا عندي علف طافي، علف غاطس، ما ينفعش إن يبقى في mix، يعني العلف الطافي تلاقي فيه غطس، والعلف الغاطس يكون فيه طافي. تمام، الكلام ده كله مش مقبول. ولو قبلنا إن علف غاطس يبقى فيه بعض حبات طافية، وده إن دل بيدل على إن أنت طابخ بشكل كويس، فمن غير المقبول تمامًا إن علف طافي يكون فيه غطس. أوكي، معنى كده إن أنت ما طبختش بشكل كويس. أوكي، فيبقى لازم يكون العلف متجانس عندي بشكل كويس. النقطة التانية هي الwater stability. بيميز أعلاف الأسماك عن الدواجن إن أنت بترميها في المَيّة، يعني اللي بيأكّل دواجن مثلًا بيحط العلف في العلافة، تيجي الفرخة تاكله، ما كلتوش دلوقتي هتاكله كمان ساعة، هتاكله آخر النهار، هتاكله بُكرة، ما فيش مشكلة، بس هو هيتاكل، هيتاكل. طَب الأسماك لأ، أنا بارمي العلف بتاعي في المَيّة. أوكي، فلازم العلف يكون عنده الحد الأدنى من الثبات المائي اللي تخلّيه يفضل موجود في المَيّة بنفس الشكل بتاعه لحد السمكة ما تيجي تاكله. عادةً سمكة البلطي بتاكل في 7 دقايق أو 6 دقايق، فأنا بيكون enough جدًا بالنسبة لي إن العلف بتاعي يبقى stable 20 دقيقة، 25 دقيقة، 30 دقيقة كويس جدًا، جدًا. تمام. although إن في بعض الممارسات في أنواع تانية بتختلف، يعني الجمبري for example، الجمبرية بتاخد من ساعة لساعتين علشان تاكل، لأن هي بتاكل طبعًا بطريقة القطم كده، تمسك الحباية وتقعد تقطم فيها، غير السمكة بتبلع الحباية كاملة. فلازم في الجمبري الثبات المائي بتاعي ما يقلش عن 60 دقيقة. فدي من الfactors المهمة جدًا اللي أقدر أقيّم بيها العلف بتاعي. في جهاز لقياس الثبات المائي وهو اسمه التنجيوميتر. تمام. التنجيوميتر ده أنا ما شفتوش في مصر للأسف، هو موجود برّه مصر، ولكن إحنا بنحاكيه هنا في مصر بطريقة معيّنة لقياس الثبات المائي. إن أنا باجيب 50 جرام علف واحطهم في فلاسكة 500 مللي مَيّة، ونبدأ نشوف بقى الturbidity، هل المَيّة بتتعكر والّا لأ؟ تمام. نشوف البيلت كور disappearance، هل البذرة بتاعة الحباية بتفضل ثابتة لحد كام دقيقة. تمام. الinterstitial spaces، المسافات البينية ما بين الحبات، هل الحبات في مسافات بينية ما بينها؟ تمام، فراغات، والّا الحبات بتبقى زي البسيسة كده وتتجمّع على بعض؟ كل ما كان في interstitial spaces فترات أطول، كل ما كان أفضل بالنسبة لي كتير. البيلت dispersion، الذوبانية بتاعة الحباية في المَيّة، بعد فترة معيّنة بتلاقي العلف كلّه بقى زي عجِّن في بعضه كده وبسِّس في أرضية الفلاسكة دي. تمام. الswelling، أنا لمّا باحُط العلف عند العلامة for example مثلًا 50، بعد شوية بيوصل في الفلاسكة عند العلامة 100، بعد كده 150، بعد كده 200، بيبدأ ينفش زي ما بيقولوا كده. كل ما اتأخرت عملية الswelling ديّة، كل ما كان العلف بتاعي متصنّع بشكل كويس. في مشكلة كبيرة بالنسبة لي في حتّة الwater stability، وهي الnutrient leaching. تمام. الnutrient leaching ديّة بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا في component من العلف بتاعتي water soluble، مضبوط؟ يعني for example
الصويا بروتين، لو أنت اتكلمت عن بروتين الصويا هتلاقي 17% منه fraction A و5% fraction B1. مشكلة إيه بقى الfraction A والB1؟ إن هم water soluble ودُولة قيمتهم 22% من الصويا بروتين. يبقى بالشكل ده تقريبًا قرابة ربع الصويا بروتين بيدوب في المَيّة، فلو ما كانش العلف ده يبقى مطبوخ بشكل كويس وstable بشكل كويس في المَيّة، الجزء ده من البروتين هيبدأ يدوب في المَيّة. جميل، يبقى أنا كده خسرت بروتين، يبقى أنا بنأكّل for example بروتين 30% العلف بتاعي، ولكن اللي بيوصل للسمكة 20%، وفي 10% من البروتين داب منّي في المَيّة. المشكلة إن أنا كده هدّرت فلوس، لإن بُنْت البروتين ده لوحده تمنه حوالي 700 جنيه في الطن، يعني كل بُنْت بروتين في العلف تمنه تقريبًا 700 جنيه، ممكن يزيد شوية، يقل شوية according لمصدر البروتين ده. plus إن أنا زوّدت الحمل العضوي في المَيّة، المَيّة أصبح فيها بروتين دايب، تمام، هتبدأ تنشط عليه بعض الpathogenic microorganism، هيبدأ يرفع لي نسبة الأمونيا الH2S وغيرها طبعًا من الخواص الخاصة بالمَيّة، يقلل لي الأكسجين، تبدأ الكائنات اللي هتنمو دي تستهلك جزء كبير من الأكسجين، أنت دخلت في كارثة كبيرة أوي، تمام، وبناءً عليه لازم إن أنا ألتزم بالwater stability عشان أقلل عملية الleaching اللي ممكن تحصل للعلف بتاعي. عندي فيتامين C water soluble، تمام، لو ما كانش دخل معايا في عملية الطبخ بشكل كويس وارتبط بالcomponent اللي موجودة هيدوب منّي في المَيّة. يبقى أنا بنحط فيتامين C وبنحافظ عليه أثناء عملية التصنيع بإن أنا باستخدم coating فيتامين C يقدر يتحمّل درجات الحرارة، ولكن المحافظة ديّة ما خلّتش السمكة تستفيد بيه لإن هو داب منّي في المَيّة. في المصطلح ده يمكن بدأ يظهر الفترة اللي فاتت، وهو الfalse water stability، الثبات المائي الكاذب. الثبات المائي الكاذب ده يعني ممكن يحصل نتيجة حاجات كتير، ممكن يحصل نتيجة إن جزء من الخامات يتحرق منّي أثناء عملية طبخ وتصنيع العلف، تمام، بيبقى بالضبط كده زي أنتم شُفتوا الراجل اللي بيصنّع خزف وفخار، بيدخّل clay كده طين أفران معيّنة ويبدأ يحرقه فينشف ويتصلّب، ده اللي بيحصل. فتلاقي الwater stability ممكن العلف يقعد في المَيّة يوم ويومين بدون ما يدوب، وتلاقي للأسف أحيانًا بعض المزارعين اللي مش فاهم الحتّة دي بشكل كويس، يقول لك ده العلف يعني قاعد في المَيّة يوم كامل، ده ثبات مائي هايل، بس المشكلة يا دكتور إن السمك ما بيسحبش، ما بيسحبش يعني إيه؟ يعني ما بياكلش، أوكي، إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن العلف محروق. العلف لمّا بيتحرق طعمه بيتغيّر، السمكة ما بتحبّوش، plus إن هو بيخش في نقطة هنتكلّم عنها كمان شوية وهي الصلابة. الصلابة هنا بتلاقي العلف عامل زي الدبابيس، السمكة تاكله يجرّح لها البَكّة الميوكوزا والintestine من جوّه ويدخّلها في مشاكل، فتبدأ السمكة تقول لك لأ معلش sorry، العلف بتاعك ده خلّيه لك، أنا مش هاقدر آكله، وطبعًا زي ما أنتم عارفين السمكة ممكن تصوم وما تاكلش خالص، تمام، فيبقى المزارع بيرمي العلف والعلف stable حلو، تمام بالنسبة له، ولكن للأسف السمكة مش عاجبها العلف لأن ده false water stability، ده مش ثبات مائي appropriate، حاجة كويسة، ده false، حاجة كاذبة، أنت بتضحك عليَّ. أنت قُلت لي أنت عايز ثبات مائي نُص ساعة، طَب أنا هافرّحك وأدّيك ثبات مائي يوم كامل، 24 ساعة، 48 ساعة، تمام، ولذلك الأعلاف اللي زي ديّة لمّا تيجي تشوف في النهاية معدلات التحويل معاها بتبقى سيئة جدًا، لإن زي ما اتفقنا معظمها ما بيتاكلش، وبيرسّب في قعر الحوض، ولمّا تيجي تصيد تُفاجأ إن في طبقة 20، 30 سنتي من الرُّوبة موجودة في قعر الحوض، عبارة عن علف ما اتاكلش ورَّصَب منّك في النهاية. طب نيجي للنقطة التانية، إحنا اتكلمنا كده عن نقطتين، التجانس الhomogeneity والwater stability. النقطة التالتة هي الdurability، في durability أو التماسك،
وفرق ما بين التماسك وما بين الصلابة اللي هنتكلم عنها بعد كده، لأن في ناس كتير جدًا بتخلط ما بين تماسك العلف وصلابة العلف. تماسك العلف من الصفات الجيدة جدًا في العلف، ودي ترمومتر الطبخ. لو أنت طبخت بشكل كويس تمام، العلف بتاعك هيبقى متماسك بشكل كويس. الصلابة دي indicator للحرق، إن أنت بقى الطبخة اتحرقت منك، أوكي، فأنا عايز العلف بتاعي يكون متماسك بشكل كويس. التماسك ده فيه بعض الfactors اللي بتأثّر عليه، والتماسك هنا هو الBDI عشان لو مَر عليكم في أي كتاب أو research الBuilding Durability Index، يعني هتلاقي يا إما durability أو BDI. بيتوقّف عليه الformulation أساسًا التركيبة، التركيبات اللي فيها محتويات عالية من النشا لمّا بتتطبخ بشكل كويس التماسك بيبقى عالي. الgrinding الطحن، كل ما أطحن على نحو دقيق التماسك بتاعي بيكون كويس. أوكي، الconditioning دي عملية بتحصل للعلف في الconditioner ده جزء من المعدة اللي إحنا بنصنّع فيها الأعلاف. الextrusion عملية البصق نفسها تمام، بتأثّر لي على الBDI. والdrying حتى التجفيف نفسه بتاع العلف ممكن ينعكس معايا على الBDI ويعلّيه. تمام، طَب أنا فاكر يعني في إحدى المحاضرات من كام سنة كده كنت في إحدى الأماكن كده، حد بيتكلم على التماسك أو أنا باتكلم على التماسك، فحد وقف وعلّق قال لي: "طَب يا دكتور هي التماسك مشكلته طبعًا إن بيكون في نسبة نعمة موجودة في العلف." طبعًا مضبوط. قال لي: "طَب وإيه المشكلة؟ ما أنا ممكن ناخد النعمة ديّة ونغربلها ونعيد عملية تصنيعها." أوكي، هل الموضوع بالسهولة ديّة؟ لأ طبعًا. ليه؟ لإن أنت لمّا هتاخد النعمة اللي موجودة في العلف وتعيد تصنيعها، ما أنت بتصنّعها بفلوس. يعني لو قُلنا مثلًا إن طِن العلف بيكلّفك طاقة كهربا ومش عارف إيه وإيه وإيه، 2000 جنيه مثلًا أو 2500 جنيه أيًا ما يكون الرقم according للمُعدة وللمصنع. فأنا الطِن ده كده أنا عملت له double extrusion جميل، صنّعته مرّتين، يبقى كده التكلفة انضربت في 2. دي نقطة. النقطة التانية الtrace elements اللي أنا كلمتكم عليها في البداية خالص، سواء كان vitamins سواء كان بعض الأحماض الأمينية اللي محطوطة بكميات بسيطة. الحاجات دي مش مُهيّأة إن أنا نفضل رايح جاي بيها في خط الإنتاج مع درجات حرارة عالية وضغط عالي، ممكن إن هي تتكسّر منّي. أوكي، فيبقى الصح إن أنا أطبخ بشكل كويس، هيكون التماسك أو الBDI عالي، وبالتالي نسبة النعمة اللي موجودة في العلف هتكون إيه، بسيطة. طب أنت قُلت لنا إن التركيبة نفسها ممكن تنعكس على التماسك، آه طبعًا، لإن كل عنصر من عناصر التركيبة له حاجة اسمها Plating Durability Factor تمام، أوكي، بناءً عليه يا إما بيرفع لك الBDI يا إما بينزّل الBDI. لذلك التركيبة مش مجرد إن أنا باعمل تركيبة يبقى فيها البروتين 25% والدهون 6% والقش 8% والمش عارف لأ، تمام، الموضوع أكبر من كده بكتير، إن أنا أتخيّر component تلبّي لي الاحتياجات الغذائية للتركيبة اللي أنا عايزها، وفي نفس الوقت تكون قابلة للتصنيع. قابلة للتصنيع يعني إيه؟ يعني لازم أرجع الPDF بتاعة كل component أنا مدخّله في التركيبة. فلو اتكلمنا مثلًا على مشتقات القمح زي السِن والردة والحاجات دي، هتلاقي الPDF بتاعتها تقريبًا تلعب لها من 6 ل8. هتلاقي بعض المنتجات لها positive effect، في منتجات لها negative effect زي الزيت for example. يعني الزيت ده الPDF بتاعته بتبقى لو أنا حطيتها في خط الإنتاج minus 5، بينما لو أنا حطيتها في sorry minus 40، بينما لو حطيتها في الكوتر بتبقى minus 5. في منتجات تانية ممكن توصل معايا لpositive 40 زي الlignin for example. فالحتة دي لازم المتخصصين في التركيبات يرجعوا ليها عشان تعرف التركيبة اللي أنت عملتها دي هتكون قابلة للتصنيع بشكل كويس وهتدّيني durability عالية والّا لأ. لإن أوقات
باكون في زيارة لإحدى المصانع، تلاقي المشكلة عنده: يا دكتور أنا الBDI عنده واقع، العلف فيه نسبة نعمة كتير أوي. تمام، الراجل بيطبخ بشكل كويس، معايير الطبخ عنده مضبوطة، بس هي التركيبة نفسها فيها مشكلة. تمام، اللي عمل له التركيبة ديّة حاطط فيها كميات كبيرة من الزيت. تمام، مش حاطط فيها كميات من النشا اللي تقدر إن هي تربط معايا بشكل كويس، لإن النشا ده يعني من الحاجات المهمة جدًا في عملية الربط. ليه؟ لإن إحنا عندنا النشا نفسه بيحتوي على مادتين مهمين: مادة اسمها الأميلوز، ودي في الذرة for example نسبتها 25%، ومادة اسمها الأميلوبيكتين ودي نسبتها 75%. هنشوف إيه حكاية الأميلوز والأميلوبيكتين كمان شوية، ولكن خلّينا نقول إن إحنا عندنا مصادر مختلفة للنشا في التركيبة. الcorn for example هتلاقي نسبة النشا فيه 73%، القمح 65، الشعير 60، والرز 75. طبعًا الcorn 73% starch نسبة عالية جدًا، بس أنا عايز أقول لكم على معلومة مهمة أوي: من أصعب أنواع النشا اللي ممكن تقابلكم في مصانع الأعلاف هو نشا الذرة. لذلك ده لازم يتطبخ بشكل كويس جدًا، وبيتطلب مواصفات معينة لعمليات الطبخ، وبنحتاج في بعض الأوقات إن إحنا نضيف بعض محسنات الطبخ اللي أقدر إن أنا أعتمد عليها عشان أطبخ النشا ده بشكل كويس. عملية طبخ النشا بنسموها gelatinization. gelatinization دي من الحاجات اللي لازم تعرفوها زي أسمائكم بالضبط لو أنت هتشتغل في مصانع أعلى. تمام، اللي بيحصل إن بخار المَيّة اللي أنا باستخدمه في عملية الطبخ بيبدأ إن هو يعمل penetration اختراق ل الstarch granules اللي موجودة، تبدأ حباية الstarch ديّة تتنفخ، يبدأ الروابط الهيدروجينية اللي ما بين الtwo components اللي قُلت لكم عليها من شوية الأميلوز والأميلوبيكتين، تبدأ الروابط دي تتكسّر، الحباية تبدأ يحصل لها swelling أكتر وأكتر، وبعد كده ترابشر تنفجر ويتحرر لي الأميلوز والأميلوبيكتين. طب إيه أهمية النقطة دي؟ أهميتها هنا في التماسك إن الأميلوز ده مادة colloid substance، مادة غروية. تمام، مادة زي الغِرة بالضبط، بتبدأ بقى تلزّق لي جزيئات العلف في بعضها عشان تتماسك بشكل كويس، وعلشان تاخد water stability تقعد معاك في المَيّة فترة كويسة لحد السمكة أمّا تيجي تاكلها. جميل، يبقى دي كده عملية الgelatinization باختصار. طب أنت قاعد بتكلمنا عن الطبخ، 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 إيه هو الطبخ؟ يعني إيه العوامل اللي بتأثّر لي على طبخ العلف، وإيه اللي بيتطبخ في العلف؟ تمام، الطبخ في كل حتة له 3 عوامل، سواء كان بقى في مصنع الأعلاف، في مصنع أغذية، سواء كان في المطبخ، سِت البيت بتطبخ، هو نفس ال3 points دول. عندنا حرارة، عندنا moisture content محتوى رطوبي، وعندنا retention time أو وقت طبخ. يبقى مثلث الطبخ عشان لو حد سألك فيه بيعتمد على 3 أضلاع: حرارة ورطوبة ووقت. لو في أي خلل في ضلع من الأضلاع دي بالزيادة أو النقصان هيأثّر. يعني لو قُلنا إن ال الوقت قليل العلف مش هيتطبخ كويس. أوكي، طب الوقت زيادة العلف هيتحرق منّك. أوكي، درجة الحرارة، في حرارة عالية هيتحرق منّي. تمام، في رطوبة قليلة هيتحرق العلف، ويبدأ يخش في أنواع من الbiochemical instability كمان. فيبقى دول كده مثلثات ال 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 الطبخ اللي أنا ممكن أعتمد عليهم. الفيديو ده بيصور لي إيه اللي بيحصل في عملية طبخ النشا. آدي حباية النشا قدّام منّك أهيّة، بتبدأ جزيئات البخار تخش في الحباية تخترقها، الحباية قاعدة بتكبر قدّامك أكتر وأكتر. آدي قدّام منّك الأميلوز والأميلوبيكتين مرتبطين بhydrogen bond، يخش البخار، تتفكك الروابط ديّة، الحباية بيحصل لها swelling أكتر وأكتر لحد ما ترابشر تنفجر، اتحرر لي الأميلوز اللي أنتم شايفينه والأميلوبيكتين.
تمام، بيكون شبكه كده تبدا تترسب عليها الايه، الكومبوننت. هنا بيقول لي بقى هو الستيم افضل ولا الميه في الطبخ؟ البخار ولا الميه؟ بالتاكيد البخار. يعني حتى الناس اللي عندها في المطبخ حله بخار او حله ضغط، تمام، تلاقي الفرخه بتستوي فيها في 20 دقيقه، بينما على البوتاجاز بتستوي في ساعه ونص. ليه؟ لان حجم جزيء البخار اقل من حجم جزيء الميه في الحاله السائله ب 400 مره، فبتلاقي حجمه صغير، وبالتالي انت عايز بنتريشن، تمام، هيقدر يعمل بنتريشن بشكل اقوى واسرع، وخاصه ان الليتنت انرجي بتاعه البخار بتبقى قد الميه 6 مرات. الحته دي من الحتت الجميله قوي. يقول لك شوف مثلا جزيئات الميه السائله كبيره، تيجي تحوط حبايه النشا عشان تطبخها، تمام، مش عارفه تعملها بنتريشن، حجمها كبير، تمام، فتبدا ان هي تسخن حبايه النشا من بره بس، ولكن قلب حبايه النشا نفسه بارد ما سخنش، تمام، وبالتالي مش هيتطبخ بشكل كويس. لذلك ممكن تلاقي الطبخ مثلا في الحاله دي بنسبه 20% 30%، ما وصلتش ل 100%. شوف العكس هنا لما نيجي نتكلم عن الستيم، هتلاقي جزاء البخار، بالمناسبه سرعه البخار بتبقى 20 متر في الثانيه. شايف؟ بيبدا بقى جزيئات البخار تعمل بنتريشن قوي، تسخن الحبايه من الداخل، اوكي، تبدا بقى تستوي معاك بشكل كويس، وتحرر لك في النهايه الاميلوز والاميلوبكتين. ده كان فيديو مبسط كده لعمليه الجلتنه. الجلتنه زي ما اتفقنا هي عمليه طبخ النشا. طب انت كلمتنا عن الكربوهيدرات في التركيبه وتاثيرها على البي دي اي، وعرفنا ان احنا كل ما نطبخ الكربوهيدرات او النشا بشكل كويس، كل ما البي دي اي بدأ يعلى معايا بشكل حلو، التماسك والثبات المائي بالتبعية بيبدأ يزيد بشكل كويس. طب هل البروتين في التركيبة له تأثير؟ خلينا نشوف. البروتين اللي عندي في التركيبة هو في انيمال سورس، زي الفيش ميل، زي البولتري ميل، وخلينا نتفق ان كل الانيمال سورس بروتين باستثناء مسحيق البيض والدم ملهاش افكت يذكر على عملية التماسك، اوكي، ولكن الدم له افكت، له افكت طبعا، بوزيتيف افكت، بس محرم استخدام الدم في اعلاف الاسماك عندنا في مصر. بره ممكن بيستخدم عادي. البيض، البيض بالمناسبه مش هيخش معاك بقى في تركيب اعلاف الاسماك، ولكن ممكن يخش معاك في الدراي فود، اكل القطط والكلاب، وهو بالمناسبه بيتصنع على اكسترودر، نفس المعده اللي بتصنع عليها في السمك هي اللي بتعمل دراي فود، اكل قطط وكلاب، اوكي. طب نيجي للنوع الثاني من البروتين، هو البلانت سورس بروتين. البلانت سورس بروتين التأثير بتاعه insignificant، يعني عايز اقول ان البروتين الخاص بالصويا او الكلام ده ولكن في انواع معينه زي ما هنشوف دلوقتي ان في حاجات فانكشنال، كمان في حاجات وظيفيه من شأنها ان هي تعزز من التماسك بتاع العلف والووتر ستابيليتي، زي حاجات زي الجلوتين فور اكزامبل، تمام، وفي حاجات نون فانكشنال ملهاش افكت يذكر يعني. اوكي، فنرجع ونقول ان الكوره في ملعب مين دلوقتي في التماسك والثبات المائي؟ في ملعب الستارش. لذلك الاعلاف اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الستارش، الاعلاف ديت لو اتطبخت بشكل كويس بيبقى التماسك بتاعها كويس، البي دي اي، والووتر ستابيليتي بتاعتها عاليه. سيبنا من البوليمرايزيشن دي من ضمن الحاجات اللي ممكن نشوفها في البروتين. الفايبرز، تمام، هل في علاقه ما بين الفايبرز والديورابيلتي؟ بالفعل. انا عندي نوعين من الفايبرز موجودين، في ووتر سولبل فايبر وفي ووتر انسولبل. الووتر سولبل فايبر دي الياف بتدوب في الميه وتكون لي كولويد سبستانس، واتفقنا ان الكولويد دي بتحسن لي من الديورابيلتي وتحسن من الووتر ستابيلتي. يبقى الالياف اللي بتدوب في الميه كويس، حاجه حلوه جدا. ولكن الووتر انسولبل دي بقى التأثير بتاعها اكوردنج لحجمها. يعني لو هي لونج فايبرز
احجامها كبيره، دي بتمثل نقاط ارتكاز ممكن آه، تتكسر عندها الحبايه وتلاقي نسبه الناعم عاليه قوي في العلف. بينما لو هي شورت فايبرز من 200 ل 300 مايكرون، هنلاقيها ان هي بتبقى بالظبط كده. انا بشبهها بتبقى زي الحديد في الخرسانه المسلحه. تمام، بتبدا تترسب عليها الانجريدينتس، الخامات بتاعتي، وتبدا تزود لي البي دي اي وتزود لي الوتر ستابيليتي. لذلك من الحاجات المهمه جدا هي الجرش. وانا بجرش الخامات بتاعتي اجرشها على كام مايكرون عشان ناخد اعلى ديورابيلتي واعلى ووتر ستابيليتي. الفات زي ما اتفقنا ان ديت لها نيجاتيف افكت على الديورابيلتي. تمام، الفات في كل الاحوال بتاثر لي بالسلب على الديورابيلتي والووتر ستابيليتي. تمام، ليه؟ لان الفاتس الزيوت بتعرقل عمليه الطبخ. في ناس بتعتقد ان اضافه الزيت بتحسن الطبخ، لا، الكلام ده في المطبخ. اوكي، ولكن هنا عندي لا. ليه؟ لان الفاتس دي او الزيوت بتعمل طبقه عازله فوق الستارش، تيجي جزيئات البخار تعمل بنتريشن ما تقدرش، انت كده دهنها زيت. اوكي، ولكن كل ما قل الزيت كل ما تحسن الطبخ. وبالمناسبه انا بطبخ العلف مش بقليه. انا لو بقلي العلف اقول لك الزيت كويس، ولكن انا بعمل ايه؟ بطبخ العلف. اوكي، فخليك متذكر ان اضافه الزيت في خط الانتاج البي دي اف بتاعتها ماينس 40. طب انا دلوقتي في اعلاف المارين، ده انا محتاج ان انا نوصل بالفات كونتنت بتاعت التركيبه ل 16% و18 و20%. هنعمل ايه؟ وفي نفس الوقت محتاج ووتر ستابيليتي. انا كده ما بين شقي الرحم، عايز ازود الفاتس لدرجه ان هي ممكن توصل لخمس التركيبه، وعايز ازود الووتر ستابيليتي والبي دي اي، والاثنين عكس بعض. اوكي، نعمل ايه في الحاله دي؟ اساسا الزيت بتاعي نستخدم الكوتر. الكوتر ده شفت كده الرش، زي الراجل بتاع الدوكو ما يرش كده، يعني هو طبعا مش بتاع دوكو ولكن ايه، تشبيهيا يعني. اوكي، ان انا الزيت ده بعد العلف ما بصنعه، تمام، اوكي، وتجفف خلاص، يعني المحتوى الرطوبي بتاعه طلع، ابدا ان انا ايه، ارش الزيت ده على الحبايه. اوكي، تمام. في عندي انواع مختلفه من الكوترز اللي هي بترش ديت، في الفاكم كوتر، في الدرام كوتر. طبعا الفاكم هو اعلى حاجه في الحته دي. تمام. طب انت كلمتنا اساسا وقلت لنا ان انا بقيس الهوموجينيتي بالمايكرو تريسر، بنقيس الووتر ستابيليتي بجهاز اسمه التنجيوميتر، بس انا مش موجود عندي فبستعيد عنه بالخمسه ستيبس اللي انا ذكرتهم لك. طب الديورابيلتي بنقيسها ازاي يا دكتور؟ الديورابيلتي انا بنقيسها بجهاز اسمه الهولمان تيستر، اللي انتوا شايفينه قدام منكم ده. في منه ال اتش بي 100، ده كده جهاز في حجم الميكرويف، اوكي، صغير، وده انت بتتعامل مع مانيوال. في ال اتش بي 200 ده سيمي اوتوماتيك، وفي ال اتش بي 300 ده جهاز يعني انا بعتبره سام سورت اوف ارتفيشال انتليجنس، ان هو بيركب اونلاين على خط الانتاج ويبدا هو تلقائيا ياخد عينات ويحللها ويقول لك خلي بالك البي دي اي، وانت قاعد كده على الكمبيوتر او على الموبايل قاعد يبعت لك برسائل، لان هو بياخد عينات، عينه كل 5 دقائق. تمام، يقول لك الوضع دلوقتي كذا، الديورابيلتي بتاعتنا 98 99. طب نزلت عن الرقم اللي انت محدده له، ممكن يوقف الخط. يعني ممكن تقول المصنع بطل كده. طب انت بطلت ليه يا سيدي؟ البي دي اي بتاعتك 95%، العلف مش مقبول. تمام، اوكي، فبدل ما تصنعه وتعيد تصنيعه من اول وجديد، لا، انا وقفت خط الانتاج. ده فيديو بيوضح ال اتش بي 300 بيشتغل ازاي. زي ما اتفقنا، قاعد بياخد عينات يقيسها ويبعت لك رقم البي دي اي اللي ظاهر قدامك.
طب احنا اتكلمنا واتفقنا ان احنا لازم نتكلم بلغة ارقام. ايه هو نسبة البي دي اي المظبوطة المطلوبة؟ المفترض نسبة النعمة اللي موجودة عندي في العلف يفضل، وانا طبعا احبذ الحتة ديت ان هي تكون اقل من نص في المية. معاك 1% مفيش مشكلة بالنسبة لي، بس تكير ان هي ما تزيدش عن ال2%. نسبة النعمة في العلف لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 2%. أنت متخيل يعني إيه 2%؟ يعني كل 100 طن أنت بتشتريهم فيهم 2 طن علف بودر. المشكلة في إيه؟ المشكلة إن كتير منكم راح زار مزارع، بتشوف الراجل بيأكل إزاي العامل في المزرعة، ممكن تلاقي ماسك العلف حاطه في حاجة كده زي كروانة وقاعد بيطوح بإيده في المزرعة. فلو في شوية هوا موجودين ممكن ياخدوا النعمة ديت يرموها بره. تمام، ممكن تقع في الميه، وده أسوأ بالمناسبه لان هي بتزود الحمل العضوي في الميه وتبدا تخش في مشاكل تاثر لك على جوده الميه ومشاكل كتير. اوكي، فسقفنا اساسا زي ما اتفقنا كنسبه ناعمه في العلف لا تزيد عن 2%. اوكي، البيست كواليتي ان انا لما استخدم الهولمان تيستر تكون البي دي اي، البيليتنج ديورابيلتي اندكس، تماسك العلف 98% فما فوق. الهاردنس، انا قلت لكم من شويه ان الهاردنس هي عكس الديورابيلتي. الديورابيلتي من السمات الجيده في العلف، بينما الهاردنس هي صفه ذميمه. اوكي، لان دي مرتبطه دايما بالحجم. لما اتكلمنا على التماسك جبت لكم صوره، مش عارف انتوا فاكرينها ولا لا، صوره الخيط وهو متماسك مع بعضه، العقده. تمام، بينما هنا الاكزامبل ده خليه دايما قدام عينك كاكزامبل للهاردنس، الصلابه. تمام، الراجل بتاع الفخار اللي قاعد بيعمل اواني فخاريه ويجيب صلصال او طين ويحرقه. تمام، الصلصال زي ما انتم شايفين بيتصلب. المشكله هنا لو انت جبت انيه فخاريه، فازه مثلا ولا حاجه، ورميتها على الارض تتكسر. ده اللي بيحصل في العلف، ان الحبايه ممكن مع الشيل والحط والتعتيق والتخزين تبدا الحبات تتكسر. لما بتتكسر بتبقى عامله زي الازاز. شفت لما تجيب حته ازاز كده وترميها تتكسر، بتبقى لها شارب ايدجز. الحواف الحاده دي بتبدا تجرح لك في الدايجستيف سيستم بتاع السمكه وتدخلها في مشاكل باثوجينيك كتير جدا، وبالتالي السمكه مش هتاكل وهتمرض وهتموت. تمام، فدي من ضمن الحاجات اللي انعكاساتها بتكون سيئه جدا على السمكه. انا عايز العلف بتاعي يكون متماسك وليس صلب. الحته دي في ناس كتير بتخلط فيها، يعني في بعض الناس يقول لك العلف ده صلب بشكل كويس. ايه يعني ايه صلب بشكل كويس؟ اذا كان الصلابه سيئه، يعني ينفع تيجي تقول لي الشخص ده حرامي بس كويس؟ ايه إيه الكوسنه اللي فيها اساسا؟ يعني هو راجل حرامي. تمام، اوكي، لص بس شريف بأمارة ايه؟ اوكي، فزي ما قلت لكم الهاردنس تمام ابعد عنها تماما. اوكي، ولازم اميز ما بين الديورابيلتي اللي انا كنت بقيسها بالهولمان تيستر، والهاردنس اللي انا بنقيسها بالكال اباريتس. اوكي، ده بيستخدم القوه ويشوف قد ايه مقدار القوه اللي انا اقدر ابذله بالجهاز ده عشان اكسر الحبايه. كل ما كانت الصلابه عاليه كل ما كانت ديت عيب كبير جدا في العلف، لان دايما الصلابه زي ما اتفقنا ارتبطت بحرق العلف. تمام، جزء من البروتين اتحرق، جزء من الكربوهيدرات اتحرق، جزء من الفيتامينز اللي ما كانش كلها طبعا اتكسر. اوكي، فكارثه. انا دلوقتي جايب خامات ومكلف نفسي، واسعار الخامات غاليه جدا، بس جزء منها اتحرق. تمام، لا السمكه استفادت بيها ولا انا وفرت فلوسي في نفس الوقت. المصطلح ده من المصطلحات المهمه جدا، الووتر اكتيفيتي، النشاط المائي للعلف. اوكي، المصطلح ده هو جديد نسبيا، احنا يعني اثرناه في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول. اوكي، كان ريستريكتد على الاغذيه البشري.
تمام، ولكن من المصطلحات القوية جدًا في صناعة العلف. الwater activity ده بيبقى بيُقاس بضغط بخار الماء، تمام، مقسوم داخل العلف، مقسوم على ضغط بخار المَيّة في الحالة المطلقة under the same temperature. التعريف ده من التعبيرات ال 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 أو التعريفات القميئة اللي أنا ما باحبهاش. خلّينا نبسّطوا الموضوع شوية عشان نكونوا مع بعض في الحتّة ديّة. تمام، إحنا عندنا المحتوى الرطوبي في العلف بينقسم لشقين، شِق active اللي هو الactive water free water، وجزء inert water خامل bonded. جميل، أيهما أفضل، النشيط والّا الخامل؟ في حياتنا كلّها النشيط هو الكويس، ولكن في العلف لأ، أنا عايز المَيّة تكون خاملة. ليه؟ لإن المَيّة وهي ناشطة وقاعدة بتتنطّط في الحبّاية كده، تمام، بترفع من درجة حرارة الحبّاية، بتبدأ تزيد درجة الحرارة، أوكي، ويبدأ الmicro organism اللي موجود في العلف يستفيد من المَيّة دي، ويستفيد من الحرارة اللي اترفعت، ويستفيد من الorganic material اللي موجودة، البروتين والcarbohydrates والfat وكمان الvitamins اللي موجودة. فأنت بالشكل ده تقريبًا حوّلت الشكارة ديّة لincubator، حضّانة. أنت عندك micro organism وعندك media حلوة أوي، تمام، هي الorganic matter، وعندك درجة حرارة محترمة ومَيّة. خلاص يبدأ بقى يحصل growth للmicro organism ويدّيك شوية سموم حلوين، وتلاقي العلف بدأ يحصل فيه تعفُّنات وmycotoxins وغيرها، وغيرها، وغيرها. يبقى أنا لمّا أطبخ بشكل كويس، تمام، المَيّة اللي موجودة والبخار هيخُش معايا في عملية الجلتنة، وبالتالي المَيّة الحُرّة اللي موجودة في العلف هيحصل لها إيه، هتقِل، وبالتالي العلف بتاعي هيتخزّن معايا لفترة أطول. كل الguidelines والtext books بتrecommend وبتوصي إن العامل الرئيسي المسؤول عن صلاحية العلف وتخزينه لأطول فترة ممكنة هو الwater activity. كل ما قلّت الwater activity كل ما العلف بتاعي اتخزّن لفترة أطول. دي كده حبّاية علف، أوكي، والمَيّة اللي موجودة inert water. شايفين حبّات المَيّة اللي داخل الحبّاية؟ تمام، مرتبطة بcomponent زي البروتين أو زي الأميلوز في عملية الجلتنة. فييجي الmicro organism الأخضر اللي فوق ده، البكتيريا والfungi، تمام، مش لاقي مَيّة والحرارة مش مناسبة للنمو، وبالتالي مش هيحصل له growth. تعالَ شوف العكس بقى كده، المَيّة الحُرة ديّة قاعدة بتتنطط لها هي داخل الحباية، وتيجي البكتيريا بقى من برّه الfungi تستفيد من المَيّة والorganic material ويبدأ يحصل لي المشاكل اللي بتنتهي معايا بالmycotoxins. مش كده وبس، شوف كده الcurve ده من الكيرفات اللذيذة أوي بالمناسبة. بيقول لك إن أنت فوق ال62% بيبدأ الmicrobial growth يظهر، الcurve اللي إحنا شايفينه ده، بتبدأ الenzymes تتكسّر، بيبدأ الvitamins خاصةً الwater soluble vitamins تتكسّر معايا، عمليات الoxidation. أنتم عارفين إيه أكتر component بيتأثّر بعمليات الoxidation في التركيبة؟ هو الدهون. مش في حاجة أنتم درستوها اسمها الoxidative rancidity، تمام، تبدأ الدهون يحصل لها oxidation وتيجي السمكة ما تستفدش منها، بالعكس ده نواتج التزنُّغ دي بتمثّل load كبير على liver السمكة، وهتلاقي أداء السمكة بقى سيء جدًا نتيجة الحتّة دي. فتخيّلوا إن الwater activity من الحاجات اللي ممكن إن هي تنعكس بالسلب على صحة السمكة، على معدلات تحويلها، على الgrowth rate، تمام، على حاجات كتير جدًا، جدًا. أوكي، طب إيه هو الideal؟ أنت قُلت لنا في البداية خلّينا نتكلم أرقام. كمّل بقى الموضوع. الideal هنا إن الwater activity ما تزيدش عن 61% عشان أقول لك أنت best quality. ده الجهاز اللي بيقيس الwater activity، اسمه الwater activity apparatus. ده موجود منّه موديلات كتير جدًا، وصناعات مختلفة كتير جدًا، تمام. once أنا طبعًا بنُفضّل منّه اللي تدّيني 3 قراءات، اللي هي 0.3 أرقام، تمام، يعني مثلًا 610 0.620 كلام من ده، أوكي، ولكن خلّيني أقرّبها لكم لأقرب رقمين بس علشان
ما تتلخبطوش، ان الووتر اكتيفيتي شود بي ان هي ما تزيدش عن 61%. الميكروسكوبيكال اكزامينيشن من ضمن الحاجات المهمه جدا في تقييم الجوده، ودي حاجه انا بحبها كتير، اشتغلت عليها تقريبا من حوالي يعني تقريبا about 10 سنين. جميل ان انت بتشوف الطبخ تحت الميكروسكوب بقى، تاخد عينات من العلف وتفحصها وتشوف جوه الحبايه في ايه، كانك بتعمل سونار مثلا لحد كده عشان تشوف ايه صحته اخبارها ايه، في مرض معين، في كلام من ده. اوكي. طب انا هنشوف ايه بالميكروسكوبيكال اكزامينيشن؟ هنشوف الجيلاتينايزيشن ليفل، بتبان قدام مني كده مقاطع رخاميه الشكل بلون امورفوس. تمام. اوكي، تعرف ان النشا اللي موجود اتجلتت معاك بشكل كويس. هتشوف الووتر اكتيفيتي، هو انت مش قلت لنا ان الووتر اكتيفيتي في جهاز بيقيسها؟ الجهاز بيطلع لي رقم، ولكن انا تحت الميكروسكوب ممكن اشوف كريستالز من الميه موجوده، ما بحددش طبعا الووتر اكتيفيتي نسبتها كام، بس ببقى عارف ان هي عاليه. هنشوف البايوكيميكال ستابيليتي، ايه الموضوع ده كمان؟ بايوكيميكال ستابيليتي هقول لكم هتشوف ايه. هتشوف الجرايندنج كواليتي، هل العرض ده مجروش بشكل كويس ولا مش بشكل كويس. دي صور مختلفة لسلايدز معينة بدرجات مختلفة من الجيلاتينايزيشن. شايفين اللون السلايد اللي فوق خالص على الشمال ديت واللي تحت منها جيلاتينايزيشن كويس. تمام. اللي جنب منها برضو معقولة، اللي في النص دي الجلتنة فيها رديئة قوي. تمام. اللي فوق خالص على اليمين الجلتنة تعبانة، اللي تحت خالص على اليمين الجلتنة ما فيش تقريبا يعني. اوكي. دي من الحاجات المهمة قوي، ودي ممكن نبقى ننظموا فيها كورس بعد كده ان شاء الله عز وجل. طب انت ذكرت لنا البايوكيميكال ستابيليتي، ايه حكايه بقى البايوكيميكال ستابيليتي ديت؟ العلف عندنا مجموعه من المركبات العضويه، مظبوط؟ عندك بروتين، عندك فات، عندك كربوهيدرات، عندك مينرالز، عندك حاجات كتير. انا يهمني ان انت داخل باكس تطلع باكس. جميل. بلاش تعديل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا داخل بنسبه بروتين معينه ودهون معينه وطاقه معينه، اطلع بنفس النسب. انا مش عايز حاجه تتفاعل مع حاجه وتطلع لي كومبوننت انا مش عارفه. جميل. هو ده ممكن، ممكن وهيحصل بليفلز كتير ومختلفه. انا هديكم اتنين اكزامبلز بس هنا. واحد اسمه ميلرد رياكشن. ميلرد رياكشن ده يرجع لخواجه، كان اكتشف التفاعل ده في الثلاثينات. اوكي، يعني من حوالي 100 سنه ولا حاجه، وكان راجل فرنسي لقى ان البروتين ممكن يتفاعل مع النون شوجر بوليساكرايدز. تمام. وينتج لي كومبلكس ما بتقدرش السمكه ان هي تهضمه. تمام. ميلر رياكشن ده بالمناسبه من الحاجات اللي الطباخين بيحبوها قوي وبيدرسوها علشان يعملوها. يعني لما تشوف ستيك لحمه كده وعليه محطوط على الجريل وتلاقي فيه خطوط بنيه كده مكرمله، تمام، بيبقى طعمها شهي وجميل قوي. لما تشوف مثلا كيك طالعه من الفرن كده وتلاقيها نافشه بشكل كويس ولونها محمر كده وريحتها جميله، ده ميلر رياكشن. فهم بيدرسوه علشان يعملوه الطباخين، ولكن بالنسبه لنا احنا بقى في المجال بتاعنا احنا بندرسه علشان نتجنبه. بندرسه علشان ما نعملوش. ليه؟ لان التفاعل ده بينتج عنه كومبلكس السمكه مش هتقدر تهضمه. فانا داخل ببروتين 30%، جميل، في العلف بتاعي، ولكن 5% من البروتين ده تفاعل مع النون شوجر بوليساكرايد. كانت النتيجه ان انا خسرت جزء من البروتين، خسرت جزء من الكربوهيدرات اللي موجوده عندي. اوكي. والسمكه ما استفادش بيه. يعني السمك ما استفادش بالبروتين ده وانا خسرت، انا حطيت فلوس والفلوس دي اترمت على الارض. اوكي. فده من ضمن التفاعلات اللي انا ما بحبهاش واحب ان انا اتجنبها في عمليه التصنيع. التفاعل الثاني اسمه كالسيوم سوب، ان انت بتلاقي جزء من الفاتس
اتحد مع الكالسيوم ايونز اللي موجوده، ايونات الكالسيوم، وكون لي كالسيوم سوب. جميل. الكالسيوم سوب ده السمكه زي ما بتاكله زي ما بتنزله، يبقى الجزء ده من الدهون السمكه ما استفادتش بيه، واثر لي على الكالسيوم كمان. اوكي. والكالسيوم زي ما انتم عارفين ان في علاقه ما بين الكالسيوم والفوسفورس عشان يحصل له ابسوربشن بشكل كويس. فلو في مشكله في امتصاص الكالسيوم انعكست على الفوسفورس في نفس الوقت، يبدا اداء السمك بالنسبه لك يختلف. فزي ما انتم شايفين ان كل عنصر من العناصر دي بيأثر لي اساسا في النهايه على البرفورمانس بالنسبه للسمك. البحث ده اتنشر لي من كان شهر 12 اللي فات ده في الاكواكلتشر جورنال. و هو اتعمل على 3 تركيبات، سوري مش 3 تركيبات، على 3 تصنيعات. يعني هي نفس التركيبه ولكن اتصنعت مره بجوده عاليه جدا، وجوده متوسطه، وجوده افريج. اوكي. فنفس التركيبه هي مكوناتها من بروتين، كربوهيدرات، فاتس وغيرها، بس بدانا ان احنا نلعب في معايير الطبخ نفسها. جميل. ونشوف هل الموضوع ده اثر معايا على السمك ولا لا. فلقينا مثلا ان الفاينل فيش ويت كان مع الاعلاف اللي اتصنعت بكواليتي افريج كانت 43، ميديم 50 جرام، والهاي كواليتي فيد كانت 54 جرام. فكل ما تحسن معاك الطبخ بشكل كويس، كل ما وزن السمك زاد بشكل حلو. الويت جين كان 125% في الافريج، 154 و182 في الهاي كواليتي نفس المنوال. تمام. السبيسيفيك جروس ريت تمام كان 1 جرام، 1.29 و1.38، برضو نفس الكيفية. اوكي. لو بصينا على الفيد انتيك هتلاقيه برضو بيزيد بشكل كويس. كل ما العلف اتطبخ بشكل كويس، السمكة السليمة الصحيحة هتسحب منه بشكل كويس. يعني زي بالظبط كده، انت قدام منك اكلتين، اكله مطبوخه بنفس حلو وجميله وشهيه، تمام، طعمها كويس وريحتها ذكيه، هتاكل منها كويس جدا. بينما لو اكله انت حاسس ان الاكله ديت الرز ني واللحمه مش مستويه كويس وبتشد تحت اسنانك، هتلاقي نفسك كلت معلقتين وما كملتش. الاكله دي اتحرقت، تمام، الرز ده شايط واللحمه يعني زي الكاوتش، هناكلها ليه؟ فكل ما الطبخ كان كويس، كل ما الفيد انتيك كان كويس. ده انعكس معايا على ايه؟ الاف سي ار. يعني الاف سي ار كان في الافريج 1.5، في الميديم كان 1 و51، والهاي كواليتي كان 1 و49. تمام. الهاي كواليتي كانت افضل من الميديم كواليتي وافضل من الافريج كواليتي. دي كده انعكاسات جودة الطبخ على الاسماك. تمام. شفناها كاكزامبل وشفناها بتجربة عملية. تمام. اللي انا استعرضتها معاكم دلوقتي. انا طبعا سعيد جدا بوجودي معاكم وفرصة عظيمة، وخلينا نفتح لو في سؤال او تعليق من حد منكم. في سؤال لحد من الموجودين؟
هنستأذن حضراتكم كده لو في سؤال حد يتكلم فويس. اوكي. السؤال تاني ايه؟ انا سامع المادة الحاملة، مادة حاملة لايه؟ طب خلينا مش انا قريت السؤال على الشات دلوقتي، ده الخاص بمريم عوض. تمام. هي معايير اختيار المادة الحاملة الإضافات اللي عندنا طبعا، احنا زي ما اتفقنا في حاجات زي مثلا فيتامين سي ده إضافة، البرميكسات دي إضافة. تمام. ايه هي؟ دايما احنا بنحمل الحاجات ديت، هي طبعا بتجيلنا متحمله جاهزه، يعني مفيش حد مصنع من المصانع هو بيحملها على حاجه، ولكن هو بيجيبها متحمله على حاجه معينه. بيبقى الهدف من التحميل ده حاجتين: ان ممكن تكون نسبه الاضافه بسيطه، فممكن تلاقي مثلا الماتيريال ديت هنقوله 100 جرام منها، ومحملها على 900 جرام حاجه زي السليلوز، حاجه زي الستارش، الحاجات دي. اوكي. هو هنا بيشغل بالك مش اكتر من كده. وفي حاجه تانية بتتحمل كنوع من انواع الكوتنج، يعني فور اكزامبل مثلا حاجات مثلا زي الانزيمز. الانزيمز ديت اثناء عمليه التصنيع ممكن تتحرق. اوكي. فالناس اللي بتشتغل اعلاف الاسماك على مكابس، لانه ما ينفعش نستخدم الانزيم داخل الاكسترودر نفسه حتى لو كوتد، بيبقى في انواع معينه من الانزيمز بيتعمل لها كوتنج ببعض الماتيريال زي البران. اوكي. دي من شأنها ان هي تحميها من الصدمات الحراريه. اوكي. فده بالنسبه للمواد اللي ممكن ان هي تستخدم في ككارير للاضافات المستخدمه. في سؤال نرجع للشاتنج بقى. ليه العلف الغاطس ما فيش مشكله لو فيه؟ ليه العلف الغاطس ما فيش مشكله لو فيه بعض طافي، وليه العكس غير صحيح؟ تمام. انا دلوقتي لو قدام مني علف، العلف ده غاطس ولقيت فيه بعض الحبات طافيه، يبقى معنى كده ان العلف ده اتطبخ بشكل جيد، لدرجه هو المفترض ان الطبخ كل ما يزيد كل ما الطفو يزيد. مظبوط. لذلك احنا بنحل النقطه دي عن طريق ان احنا بنقلل نسبه الستارش في العلف الغاطس. يعني العلف الغاطس المفترض نسبه الستارش فيه تكون من 10 ل 15%، العلف الطافي من 20 فما فوق. اوكي. فكل ما زادت معايير الطبخ من حراره، من ريتنشن تايم، من رطوبه، العلف ده ممكن يطفو مني. فمعنى ان انا قدام مني علف غطس ولقيت فيه بعض حبات طافيه، يبقى العلف ده مطبوخ بشكل كويس. ليه؟ لان في بعض المصانع بتتحايل على الحته دي عن طريق ان هو بيقلل الطبخ، يعني هو خايف ان العلف ده يطفو منه، فيبدا بقى يقلل الحراره ويقلل الوقت ويقلل الرطوبه. تمام. بحيث ان العلف يبقى كومبليتلي سينكينج، كله غطس، ما فيش فيه طافي خالص. اوكي. فانا لما بلاقي بعض حبات من الطافي في الغاطس دي اكسبتد بالنسبه لي، وده كده معناه ان العلف ده اتطبخ معايا بشكل كويس. في جهاز اسمه دي سي اس او دينستي كنترول سيستم، بيشتغل على الحته دي، بس موجود في مصر كلها في مصنعين تقريبا. اوكي. ان لو في بعض الحبات الطافيه في العلف الغاطس يخليها كلها غطس. جميل. طب المشكله الاكبر بقى لو العلف ده طافي ولقيت فيه غطس. جميل. يبقى معنى كده ان العلف ده ما اتطبخش كويس، لان هو اساسا لو نسبه الستارش فيه عاليه واتطبخ بشكل كويس بمعايير الطافي، لازم كله يكون طافي. اوكي. فوجود العلف الطافي في الغاطس
ده علامة جودة طبخ. ولكن برضه عشان يكون كلام واضح، تمام، بعض حبات، يعني ما تجيش مثلا كده تلاقي العلف نسبة كبيرة منه طافية أو 5% ولا 2%. أنا بكلمك تقريبا على نسبة المفترض لا تتعدى الخمسة في الألف. أوكي، وتلاتة في الألف كمان، مش خمسة في الألف. جميل، دي اكسبتد بالنسبة لي. ولكن زي ما اتفقنا، لو بقى العلف غاطس ولقيت فيه كمية كبيرة من الطافي، لا ده ديفو طبعا، دي حاجة مش مظبوطة. اوكي. طب شكرا يا حنين. في سؤال من محمد ناصر بيتكلم على الفيرمنتد صويا، ليه بتتفوق دي كانت عايزه محاضره كامله دي يا محمد. طب شوف ببساطه، ايه الهدف من عمليه التخمير بالنسبه للصويا؟ ان انا بنسهل هضميه بروتين الصويا، ان انا بكسر الاحجام الكبيره من البروتين مولكيولز واخليها صغيره. تمام. مشكله البروتين في الصويا ان حجمه كبير، يعني تلتين بروتين الصويا حجمه من 30 ل 70 الف دالتون. دي وحده قياس الحجم في البروتين. جميل. لما بنعمل فيرمنتيشن بنزل اساسا بالتلتين دولت، بدل ما هم من 30 ل 70 الف، لا بيبقوا من 10000 ل 30. فكده حجم البروتين بيصغر. تمام. وفي جزء كبير جدا من البروتين ده بيبقى اقل من ال 10000، وجزء اكبر بيبقى 1000 دلتون. ال 1000 دلتون ده بيبقى حاجه بسيطه قوي، بنسموه البايوبيبتايدز. دي بتخش اساسا زي الصواريخ كده، يعني مش محتاجه ان هي تتهضم، مجرد السمكه ما بتاكلها بيحصل لها ابسوربشن على طول. فانت بتزود كده المهضوم من البروتين. دي نقطه. النقطة الثانية إن مشكلة الصويا الأنتي نيوتريشنال فاكتورز فيها بتبقى كتير. فأنت بعمليات الفيرمنتيشن بتكسر جزء كبير جدا من الأنتي نيوتريشنال فاكتورز اللي موجودة في الصويا. من نواتج التخمر إن أنت بتلاقي حاجة زي الفينوليك أسيد والفلافينويدز بتبقى منتشرة بكميات كبيرة في الفيرمنتد صويا. وبناء عليه التو كومبوننتس دولت انا بسميهم كده ناتشورال انتيبيوتيك. تمام، انت كده كانك حاطط مضادات حيوي طبيعيه. تمام، السمكه بتستفيد منها بشكل كويس. بالاضافه ان انت بتلاقي عندك كميه كبيره جدا من البروبايوتيك والبريبايوتيك في نفس الوقت. تمام. يعني دايما من نواتج التخمر بتلاقي فيه بروبايوتيك وبريبايوتيك. فانت متخيل ان انت بتغذي السمكه على بري وبروبايوتيك. دي برضو من الحاجات الكويسه. بتلاقي عندك حاجه مهمه جدا، وهي ان نسبه اللاكتيك اسيد في الفيرمنتد صويا بتوصل معاك ل 5%. ده بيعمل بافرنج للجهاز الهضمي للاسماك بشكل هايل. تمام، بيحافظ لك على صحه الجهاز الهضمي، الفيلاي، الحاجات دي كلها بشكل كويس. تمام. من ضمن برضو السمات الجميله ان انت بتغير الامينو اسيد بروفايل بتاع الصويا. ان انت بتضيف احماض امينيه، بتعزز احماض امينيه بتركيزات اعلى. من ضمن الاحماض الامينيه مجموعه من الاحماض الامينيه المسؤوله عن الفليفر. تمام. الانالين، البرولين، الجلايسين، الحاجات دي كده مسؤوله عن الفليفر. تمام، فبتلاقي ريحتها ذكيه وطعمها شهي. تمام، فمجرد ما بترمي الاعلاف اللي بتحتوي على الفيرمنتد صويا للاسماك، بتلاقي السمك هجم عليها بشكل جميل جدا. ودي برضو من الحاجات اللي بتبقى كويسه. تمام. دي تقريبا يعني شورت نوتس كده عن استخدامات الفيرمنتد صويا في اعلاف الاسماك. اوكي. سؤال من مريم بتقول: هل تحليل المعامل للرطوبة الكلية ممكن تفيد بنسبة في الكشف عن الووتر اكتيفيتي؟ شوف يا مريم، السؤال بتاعك ده حلو قوي. وانا كنت في نقاش من فترة كده، يعني اعتقد في شهر 6 اللي فات ولا حاجة، مع مدير مصنع من المصانع الكبيرة في مصر هنا. وكان ده اعتقاد بالنسبة له. بيقول لي انا مش جايب جهاز ووتر اكتيفيتي، ولكن
انا بربط ما بين الرطوبه الكليه والنشاط المائي، يعني كل الرطوبه الكليه ما تزيد كل ما النشاط المائي تمام يزيد، بتقل. ايه رايك في الكلام ده؟ قلت له طبعا مع احترامي ليك الكلام ده مش مظبوط. قال لي ازاي يا دكتور؟ ما هي النشاط المائي او الميه النشطه دي جزء من الرطوبه الكليه، دي هتزيد دي هتزيد. قلت له طب هنعمل لك تيست حلو قوي. ماشي، قال لي اتفضل. قلت له هنبعت لك مهندس دعم فني من عندي، جميل، واديله 10 هنبعت لك معاه جهاز ووتر اكتيفيتي، وانت عندك جهاز الموتشر انالايزر اللي بيقيس لك الرطوبه الكليه، مظبوط؟ قال لي مظبوط. قلت له حضر له 10 عينات عارف انت انتجتها في ايام مختلفه، جميل. قال لي جميل. قلت له هنعمله توبل، التيبل ده تمام فيه الرطوبه الكليه وفيه نشاط الماء، نشوف هل في نسبه ولا لا. تمام. وبالفعل بعت له حد من عندي خد القياسات في وجوده، اسهله قدام منه كده، فلقى ان في عارف مثلا رطوبته 10% والووتر اكتيفيتي بتاعته 61%، وعلف رطوبته 10.5% والووتر اكتيفيتي بتاعته 62%، وعلف رطوبته 9% والووتر اكتيفيتي بتاعته 65%، يبقى ما مش مرتبطه. تمام، مفيش لينك ما بين الووتر اكتيفيتي وما بين الموتشر كونتنت. تمام. دي حاجه ودي حاجه تانية. زي ما اتفقنا الووتر اكتيفيتي قد ايه من المحتوى الرطوبي بتاعي نشط. اقدر اقيسها بالفرن؟ لا. اقدر اقيسها بالموتشر انالايزر؟ لا. لازم ان انا استخدم جهاز الووتر اكتيفيتي. سؤال من يحيى برضو جميل، بيقول لك ليه مش بضيف البيبتايدز والاحماض الامينيه جاهزه؟ انا اوريدي بنضيف احماض امينيه جاهزه، ما انت التركيبه لازم بتحط فيها بعض الحاجات. شوف، انا دلوقتي بعمل تركيبه، السمكه دي احتياجاتها في الامينو اسيدز كذا وكذا وكذا، بشوف التركيبه بتاعتي على الوضع ده، تمام، هل بتلبي النيد بتاعت الاحماض الامينيه ديت؟ تمام، لا. جميل. طب انا ناقصني الميثيونين، ناقصني اللايسين، اوكي، ببدا ان انا احطهم فري امينو اسيدز، جميل، بجيب كوتد امينو اسيدز وابدا ان انا اعزز بيهم التركيبه بتاعتي، جميل. بتختلف اكوردنج لطبيعه السمك، يعني فور اكزامبل مثلا البلطي انت بتلاقي اضافتك تقريبا افريج كيلو ميثيونين 2 3 كيلو لايسين، كلام من ده. في اسماك تانية تحتاج نسب اعلى من كده بكتير، تمام، فانت اوريدي بتضيفها. ولكن هل بقى ممكن ان انا اعمل تركيبه، التركيبه دي كلها البروتين فيها عباره عن فري امينو اسيدز، يعني اجيب بقى شويه ميثيونين على لايسين على ارجينين لا طبعا ما ينفعش، لان الاحماض دي ممكن ان هي اثناء عمليه التصنيع تتفاعل مع بعضها وتكون لك بروتينات مختلفه وغير مرغوب فيها. تمام. بمناسبه البروتين، لان البروتين ده يعني من الحاجات الاسرار الخاصه بصناعه العلف، لان ده عالم تاني خالص. تمام. لو تتذكروا لما اتكلمنا عن هضميه او طبخ الستارش، قلنا دي عمليه الجلتنه. طب طبخ البروتين دي عمليه بنسموها ديناتيوريشن. في الديناتيوريشن دي ان انت بتكسر الكواتينري ستراكشر بتاع البروتين، الكيان الكومبليكيتد ده، وتخليه برايمري ستراكشر. مش انتوا كان عندكم لو فاكرين الحاجات دي؟ اعتقد ممكن تكونوا بتدرسوها في البايو. تمام. الكواتينري ستراكشر، التيرشري ستراكشر الاقل منه، السكندري ستراكشر للبروتين، ابسط وابسط وابسط حاجه هو الايه؟ هو البرايمري ستراكشر. جميل. انا عايز اوصل الكواتينري الحاجه الكبيره المكلكعه ديت اخليها برايمري ستراكشر. طب لو انا وصلت لكده يبقى انت عملت دي ناتوريشن للبروتين، وانت كده طبخت البروتين بشكل كويس. جميل. في مرحله بتحصل بعد كده اسمها دينا ديجريديشن، بروتين ديجريديشن. بروتين ديجريديشن دي بقى ان البرايمري ستراكشر بيتكسر معاك لفري امينو اسيدز. تمام. انا مش عايز اوصل للمرحله دي ان العلف يبقى كله فري امينو اسيد، لان دي كارثه طبعا. ليه بقى؟ لان في مرحله بتحصل بعد منها اسمها بروتين
احنا قلنا الديناتيوريشن والديجريديشن، في حاجه اسمها بروتين ريناتيوريشن، ان انت بتلاقي الاحماض دي بتتحد مع بعضها، تمام، وتعمل استراكشر مع نفسها. جميل. دايما بتلاقي الحاجات دي عليها علامات استفهام، لان الاستراكشرز دي بتبقى غير مرغوب فيها ومجهوله. انت لقيت بروتين غريب كده طلع لك، لا انت استفدت منه ولا السمكه استفادت منه. يبقى اذا الفلوس اللي انا رميتها في التركيبه بتاعتي راحت على الارض، ان انا وصلت لبروتين معقد السمكه بتاعتي ما قدرتش ان هي تهضمه بشكل كويس. هو حاجه كده ايه، اتحدت مع حاجه طلعت لي حاجه معقده، زي السمكه ما كلتها زي ما نزلتها في الفيسز بتاعها. اوكي. فلذلك زي ما قلت لك، انت بتضيف فري امينو اسيد، بنضيف. جميل، ولكن بنسب معينه علشان توصل بيها لاحتياجات السمكه بتاعتك. ايه اللي انا شايف حد كاتب كان صيني وعلامه استفهام؟ ده كان سؤال قبل كده مثلا ولا ايه؟ تمام. طب في ايه تاني؟